سلوكيات الأطفال والمراهقين اللي تعرضوا للصدمات. هو عايز كل حاجة على مزاجه؟ الأطفال والمراهقين اللي تعرضوا للصدمات سلوكياتهم مقصودة بس من غير قصد. يعني إيه الكلام ده؟ في الفيديو اللي فات عرفنا إن الصدمات بتعمل تغيير بيولوجي في المخ لما الإنسان بيحس إنه مهدد وإن الوضع خارج السيطرة وإنه مفيش في إيده أي حاجة يعملها عشان يتحكم في اللي بيحصل. وعلشان كده الأطفال اللي تعرضوا لصدمات بيحتاجوا يشعروا بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من حياتهم، والدراسات بتوصي إننا نديهم اختيارات على قد ما نقدر. كده ممكن نكون عرفنا ليه بيتشاف كأنه عايز كل حاجة تمشي على مزاجه زي ما بيقولوا. كلنا بنحب تكون لينا شخصية مستقلة وتحكم في حياتنا، فما بالكم بإنسان اتعرض لصدمة ومحتاج يسترجع سيطرته على حياته عشان يعالج آثار اللي حصل له. ورغم إنه زي أي طفل بيكون محتاج نظام وانضباط ورعاية، إلا إنه أحيانا بسبب تعرضه للإساءة دي ممكن يفسر الحاجات الطبيعية على إنها تهديد واحتمال إساءة جديدة. ليه بيحصل كده؟ لأن مخ الطفل بيفضل في حالة ترقب بعد تعرضه للصدمة، وكل ما بتصحى الذكرى دي بيعيش نفس الضغط تاني، فبيسعى فورا للأمان. دماغه اتبرمجت على كده، وطبعا بيبقى رد فعله مبالغ فيه لأنه حاسس بالخطر رغم إنه مفيش خطر حقيقي. طيب إيه اللي بيصحي الذكرى دي؟ أي حاجة تفكر الطفل بالإساءة اللي عاشها أو بالشخص اللي تسبب له فيها، زي مشاهد، أصوات، روايح، أماكن، أو حتى ردود أفعال الناس اللي حواليه بتصحي الذكريات دي. الذكريات دي ممكن تصحى بشكل واعي أو لا واعي، مش دايما مقدم الرعاية هيقدر يلاحظها. اللي هيشوفه هو إن فجأة الطفل ده بيتحول من الهدوء لقمة الخوف، ولما خوف الطفل بيزيد المخ بيتنقل من العمليات المعرفية العليا زي التفكير واستخدام اللغة للعمليات البدائية اللي بتعتمد على استخدام الحواس والمشاعر وبتحركها غريزة البقاء. وهنا الطفل أو المراهق بيعمل رد فعل من 3: الهجوم، الهرب، أو التجمد، فايت وفلايت وفريز. الهجوم ده هيخلينا نشوف الطفل متحفز ومتوتر، هنلاقي نوبات الغضب والعصبية الشديدة والانهيارات على حاجات بسيطة جدا، وممكن تظهر في تصرفات بيأذي فيها نفسه. والاختيار التاني إنه يهرب، يستخبى، يحس إنه متلخبط ومش عارف يفكر، يقفل على مشاعره ويبطل يحس أصلاً، يبطل يعمل أنشطة كان بيحبها، يرفض يجرب حاجات جديدة. والاختيار الثالث إنه يتجمد، نلاقيه مشتت ومش عارف يركز، سرحان، مش بيعمل اللي بتطلبه منه ولا بيرد عليك، وتحس إنه متوتر وأحيانا متلخبط. أعتقد ده ممكن يفهمنا إن سلوك الأطفال والمراهقين دول هو سلوك هم مش قاصدينه، ولكن له أسبابه. باختصار، هي دي طريقتهم للتكيف مع الضغط، وهدفهم بيبقى حماية جسمهم ومشاعرهم من الأذى. يعني الهدف الأساسي لتصرفاتهم دي هنا هو إنهم يفضلوا في أمان، وتصرفاتهم ومشاعرهم دي بتكون استجابة بيولوجية عصبية تلقائية، يعني بالبلدي كده رد فعل أوتوماتيك مش مقصود، بيحركوا أي حاجة تفكرهم بالإساءة اللي تعرضوا لها قبل كده. هيساعدنا كمان في التعامل مع تصرفاتهم دي إننا نظبط توقعاتنا منهم. يعني مثلا مش هينفع نتوقع من طفل أو مراهق إنه يستخدم مهارات في التعامل في البيت أو المدرسة وهو أصلا ما عندهوش المهارات دي. يعني مثلا لو طفل مش بيعرف لسه يتكلم وتعرض لصدمة، ده هيسبب له تأخر في الكلام وفي مهارات التواصل. نفس الطفل ده لما يروح الحضانة ويتعرض لأي ضغط هيستعمل سلوكياته الحسية والحركية عشان يتعامل مع الموقف، بمعنى إنه هيضرب ويعض ويتف ويصرخ بصوت عالي، لأن دي الطريقة اللي بيعرف يعبر بيها عن نفسه. هو ما بيعرفش يعبر بالكلام، وهنلاقيه صعب عليه ينتبه وقت القصة، وفي المقابل هو أول واحد بيشارك في الألعاب الحركية. علاج الطفل ده هيعتمد على استخدام مهاراته الحسية والحركية، ومعاها تواصل لفظي بسيط وواضح. وعلشان تتحط خطة علاج مناسبة، المعالج بيحتاج يلاحظ المهارات التكيفية اللي بيستخدمها الطفل ده عادة مع سلوكياته في اللعب وطريقته في التواصل والتعبير عن مشاعره. باختصار، بيتحط تطور الطفل ومهاراته في الاعتبار، لأنه هو ده اللي بيبني عليه المعالج خطة العلاج. في الفيديو ده فهمنا تصرفات الأطفال والمراهقين اللي تعرضوا لصدمات جاية منين، وعرفنا
إنهم بيهجموا أو يهربوا أو يتجمدوا أو يتوتروا بشكل لا إرادي، وإنه تصرفاتنا ممكن تصعب عليهم الموقف أو تساعدهم يتصرفوا بطريقة أحسن. وعرفنا كمان إنه الأهل بيكونوا مفتاح مهم جدا في رحلة العلاج، لأن ردود أفعالهم وتوقعاتهم ممكن تزود الإحساس بالخوف عند الطفل اللي تعرض للصدمات، أو ممكن لو عرفوا يقروه كويس ويعملوا ردود أفعال مختلفة يقدروا ياخدوا بإيديه ويساعدوه يهدى، فالخوف يقل، وبكده يسمحوا للطفل ده إنه ياخد فرصة يفكر بطريقة أهدى ويوصل لاختيارات أفضل.